في يوم من الايام بعد ما ترجع البيت اخيرا من يوم شغل صعب او يوم مدرسه طويل، وبتفتح باب شقتك وبتقول النهارده ممكن استمتع بهوايتي اللي انا بحبها، او ممكن اسمع الاغاني، او ممكن اشوف ايه اللي انا اصلا بحبه وهعمله النهارده. بس بعد ما تخش تغير لبسك ما بقتش حاسس انك عايز تعمل اي حاجه من الحاجات دي، حسيت ان انت حماسك ليهم قل. كل اللي انت عايز تعمله انك تطفي نور اوضتك وتنام على سريرك وتسكت وما تعملش اي حاجه من هواياتك المفضله، او حتى اغانيك، او ايا كان ايه اللي انت كنت بتحبه. حتى جامعتك او شغلك اللي المفروض تروحه تاني يوم انت ده تقيل قوي على قلبك ومش قادر تعمله، وبتروح الشغل او بتروح المدرسه بالعافيه، مع ان ده شيء روتيني قوي وبتعمله كل يوم ومتعود عليه. بس تفضل اول يوم، تاني يوم، تالت ورابع، لحد ما توصل لاسبوع كامل انت فاقد كل الحماس وفاقد كل الحواس لاي حاجه اساسا حواليك. انت ما بقتش حابب تعمل اي حاجه زي الاول، مع ان كل الحاجات دي اصلا حاجات روتينيه وبنعملها بشكل يومي. اظن ان كل الناس عدت بالشعور ده على الاقل ولو مره واحده بس في حياتهم، ان ما كانش اصلا الناس بتعدي على الشعور ده تقريبا كل سنه مرتين ولا حاجه. موضوع حلقتنا هو الشغف. قعدت ادور كتير قوي على مصطلحات او تعريفات للشغف، بس بجد تعبت، لان الشغف لو عايز تديله معنى توضيحي قوي صعب ان انت توصفه، لحد ما لقيت جمله بتقول لم يتم انجاز اي شيء عظيم في العالم بدون شغف، واللي قالها كان جورج فيلهلم في كتاب اسمه طعم الحياه. فبصراحه الجمله واضحه، انت فعلا لو عندك شغف هتاكل الارض واليابس، لو عندك شغف هتعمل اللي انت بتحبه، هتفضل تجري ورا الشغف ده لحد ما تعمله. فالشغف يا عزيزي هو اللي هتفضل تلحقه طول عمرك لو عملت ايه، لان زي ما توماس شيلبي قال you can't change what you do but you can't change what you want. يعني بالخلاصه كده ان انت ممكن تغير اللي انت بتعمله بس مستحيل تغير اللي انت عايزه. الشيء اللي نابع منك جواك عايزه هو ده شغفك، لان زي ما كلنا عارفين والت ديزني، ازاي والت ديزني اساسا كان في الحرب العالميه الاولى بيسوق اسعاف وكان بينقل جرحى والمصابين، وبجد كان حياته تقريبا مقتصره بس على الحرب، بس اتنقل من الحته دي وبعد كده راح ان هو يكون محرر صحفي وبيحرر في جريده كده لحد ما الجريده طردته. انما شايفين ان هو محدود الخيال، افكاره مش كتيره، ما عندوش افكار ابداعيه اساسا، خياله وقع بمعنى الكلمه. بس خسارته لوظيفته دي ما كانتش الحاجه الوحشه، بالعكس خالص دي كانت اعظم حاجه حصلت له، لان هو وقتها قدر ياخد الستيب الصعبه ويروح هوليوود. يروح هوليوود ليه بقى؟ عشان يجي ورا شغفه انه يعمل رسوم متحركه. هو كان كل اللي في دماغه ان انا عايز اعمل رسوم متحركه، وفعلا راح هوليوود وعمل اول فيلم، والفيلم ده كسر الدنيا لحد طبعا ما كنا شايفين ازاي والت ديزني وصل لايه دلوقتي. هل بدون شغف اساسا كان هيقدر يعمل كل الكلام ده؟ ما اظنش اطلاقا. هو شغفه اللي حركه حوالين ان هو عايز يعمل رسوم كرتون، عايز يعمل شيء ابداعي. الصحيفه قالت له انت اصلا ما عندكش خيال وانت شخص مش ابداعي. انتوا متخيلين والت ديزني بقى، والت ديزني عمل ايه والنقله ازاي في حياته لرسوم متحركه ساعه الحرب وما بعد الحرب، وان هو اصلا كان طفره في مجال الكرتون بشكل عام. فلو انت عندك شغف او 2 أو 3 حاجات، يعني انت شغفك بيجري في كذا ناحيه وعندك موهبه و2 و3، سواء انت بتستفيد بيها بشغل تاني، سواء انت بتستفيد بيها ان هي مجرد هوايه بتنميها عشان انت بتحبها، فده شيء كويس، ده شيء ما يضايقكش ان انت شغفك كتير وبتحاول في كل حته وفي كل مكان ان انت تبرز شغفك ده. اساسا دي حاجه المفروض تفرحك جدا، لان يا صديقي الخطر كله لو انت فقدت شغفك. وفقدان الشغف ده هي اسوأ حاجه ممكن تحصل لك. وتعالى نشوف سوا ليه اسوأ حاجه ممكن تحصل لك اساسا. لانها بمنتهى السهوله هتقلل حماسك. انت دلوقتي متعود بعد ما بترجع من يومك الدراسي الصعب اللي زي الزفت، قلت تاخد ساعه بريك ولا ساعتين بريك وتقعد على الكمبيوتر بتاعك تلعب الفيديو جيمز اللي انت بتحبها. لو انت دلوقتي شغفك مات، فانت اول ما تقعد على الكمبيوتر هتقعد تسكرول على الفيسبوك، تقعد تعمل اي حاجه، لان انت اساسا فقدت الشغف تجاه اللعبه اللي انت بتحبها. انت اللعبه دي بتفتحها باصص للشاشه، انت مفيش اي حاجه بتحصل، انت ساكت، مالكش نفس حتى ان انت تلعب. او زي الملل واللامبالاه، انت عندك لامبالاه تجاه كل شيء واي شيء، حتى زي ما قلنا الحاجات اللي انت بتحبها انت اصلا عندك لامبالاه ليها. ونيجي بقى للجزء اللي كل الناس بتعمله وبتموت فيه، التسويف. يعني انت ابسط حاجه بتعملها في يومك الطبيعي بتسوف. يعني ايه بتسوف؟ يعني انت بتقول انا النهارده الحاجات دي هسيبها بس هعملها بكره، يجي بكره الحاجات دي انا هعملها بكره، ويجي بكره الحاجات دي انا هعملها بكره. وفي نفس الدوامه دي بالذات لو انت بقى راكن كورس الماني ولا دارس لغه برمجه وراكنهم كل ده، بتقول ايه انا بكره هخلصهم. طبعا بكره بيجي وانت ما بتخلصش حاجه اساسا. فقدان الشغف ممكن يوديك لعدم التركيز، عدم التركيز اللي انت اصلا مش عارف انت كنت عايز تعمل ايه النجاحات اللي انت عايز تعملها، فبالتالي انت شغفك مش موجود، فطبيعي انت مش عارف ايه النجاحات اللي انت عايز توصل لها، ايه الحاجات الحلوه اللي انت كان نفسك تعملها. والكارثه بقى اللي الشغف بيعملها، وده انا ذات نفسي بلاحظه، الانطواء. ابسط حاجه لما شغفك بيموت انت بتعملها بتخش اوضتك تقفل على نفسك تنام اليوم كله ما تعملش اي انشطه، مجرد انك بتسكرول على التيك توك، بتشوف فيديوهات على اليوتيوب، ده كل اللي بتعمله في يومك. بتنطوي عن الناس كلها وكل الانشطه وكل حاجه، بتبقى عايش في العالم بتاعك لوحدك بس. طب دلوقتي انت عرفت اعراض فقدان الشغف، ايه اسبابها بقى؟ يعني انا دلوقتي ليه فاقد شغفي اساسا؟ تعال اقول لك ليه يا عم انت فاقد شغفك. ممكن يكون اجهاد او ارهاق في فتره دراسه، فتره امتحانات صعبه جدا، وبتذاكر من 6 ل6 ما بتبطلش مذاكره، وكل اللي عليك ان انت بتذاكر ما بتنامش. او لو في فتره شغل فعلا مضغوط، تنزل الشغل من 8 ل 8 12 ساعه كاملين في الشغل، فانت هتضغط وجسمك حتى هيقع، ده مليون في المية. فبتحس ان انت شغفك ضعيف قوي ومش قادر تعمل اي حاجه، مش قادر تواصل مهامك اليوميه. وممكن برضو غياب التحدي، لو انت بتعمل الشيء الروتيني كل يوم بالنص، فانت مفيش اي تحدي في حياتك. يعني بتنزل شغلك مفيش اي تحدي اصلا بيواجهك في الشغل، مفيش اي تحدي بيواجهك في حياتك، فانت بالتالي ممكن تفقد شغفك، لان ما بقاش في حاجه اساسا انت عايز توصل لها. فلما مفيش
تحدي قدامك انت بالتالي خلاص مفيش حاجه تعملها جديده، فشغفك بيروح برضه. والاضطرابات الصحيه لو انت بتعاني من مشاكل نفسيه او مشاكل بدنيه زي مثلا الاكتئاب، اي مشكله صحيه ممكن بتاثر على مستويات الطاقه بتاعت جسمك، فده بيخلي جسمك مجهد ضعيف كده بدنيا، فشغفك برضه مع الحاله دي بينزل. والتغيير في القناعات، يعني مثلا بدران من سنه غير من سنتين غير من 3، الحاجات اللي انا كنت بحبها من 4 5 سنين ممكن في حاجات منها اختلف، في حاجات طبعا شغفي فيه نزل الارض عشان خاطر الحاجات دي لسن ده انا ما بقتش حابب اعملها، ما بقاش ليا الشغف ليها، زي مثلا رياضه معينه، هوايه معينه، اغاني معينه. الحاجات دي ان انت مع الوقت نظرتك بتتغير وبتحس ان دماغك حتى اتغيرت، فممكن بتتخلى عن شويه حاجات. والتغيرات الحياتيه بقى زي ان انت بتنفصل عن شريك حياتك، ان انت عزلت من مكانك، انك سبت شغلك، اكيد بتاثر على شغفك، لان كل دي تجارب سلبيه. التجارب السلبيه بشكل عام بتاثر على شغفك بشكل سلبي جدا جدا فوق ما انت متوقع. بس اللي لازم تعرفه ان فقدان الشغف ده شيء بيحصل لنا كلنا، شيء بيحصل لي، شيء بيحصل لك، شيء بيحصل له، شيء بيحصل له برضه، بيحصل لكل الناس. فانت ما تقلقش، يعني انت ما تاخدش بقى الموضوع لليفل حاله طوارئ، فانت ما تفضلش تدور على علاجات وتدور عن ازاي اخرج من الموضوع ده. ادي نفسك وقتك وخد راحتك، بس الموضوع بيوصل لمرحله الخطر لو هو اكتئاب، لان الاكتئاب دي مرحله تانية. والاكتئاب وفقدان الشغف بينهم حاجات مشتركه كتير، زي انك ما بقتش عايز تمارس هوايه مفضله، ما بقتش عايز تسمع اغاني انت بتحبها، ما بقتش عايز تعمل حاجات معينه انت كنت متعود عليها بتطلعك من المود بتاعك. ده شيء طبيعي ان الاثنين شبه بعض فيها، بس اللي مش طبيعي ان الاكتئاب فعلا بياكل فيك. فقدان الشغف مش بياكل فيك، فقدان الشغف بس ما بقتش حابب اللي انت بتعمله بشكل ما او زهقت منه، انما الاكتئاب فعلا بيسود كل حاجه حواليك. وفي حاله الاكتئاب طبعا فانت لازم تزور حد مختص، عشان المختصين هم اللي يعرفوا يحددوا حالتك بالظبط ويعرفوا يخرجوك منها. فلو هنيجي نقسم فقدان الشغف لنوعين، فالنوع الاول هو فقدان الشغف الاجتماعي، ان انت ما بقتش عايز تنزل القعده بتاعت القهوه بتاعت صحابك، ما بقيتيش عايزه تروحي مع صحابك تخرجوا في المكان اللي انت متعوده فيه وبتحبوه، وما بقتش عايز تختلط بالناس زي الاول. بس ده مش معناه ان انت عندك رهاب اجتماعي، لان ده ملوش اي علاقه، لان انت قبل كده كنت شخص عادي وبتنزل تقابل الناس. والنوع الثاني هو فقدان الشغف الجسدي. الجسدي ده اللي هو ما بقتش تستمتع باكله معينه، بموسيقى معينه، بمشاعر حتى كمان معينه. وللاسف انك تخرج شخص من حاله زي دي الموضوع صعب قوي، كبيره جدا، لان الشخص بيبقى في اقل مستويات ان هو يعمل اي انشطه، اقل مستويات ان هو ممكن يتعامل اصلا مع الناس او يختلط بالناس، ان هو بيبقى عايز يبقى لوحده بس. فلو جيت تسال نفسك هل اصلا فقدان الشغف ده مرض عقلي؟ لا طبعا هو مش مرض عقلي، لان فقدان الشغف ده زي ما تقول ايه، شيء بالوقت والتاني بيحصل لك عشان خاطر انت ضغطت نفسك او تعبت نفسك جامد، او زي ما قلنا الاسباب طبعا اللي فوق. بس هو لا، ملوش اي علاقه طبعا بامراض العقل او باي امراض تانية، هو بيبقى شيء لوحده، هنعتبرها حاله كده، انت دخلت في حاله. طب دلوقتي لو انت عايز تطلع من فقدان الشغف تعمل ايه؟ انا عندي ليك يا صديقي الطرق السحريه عشان خاطر تطلع من فقدان الشغف. واول حاجه هو انك تاخد راحه. والله بس كده، الموضوع بسيط جدا. الموضوع ما فيه ان انت محتاج تاخد راحه، انت محتاج تفصل من اي حاجه، لان زي ما قلنا لو انت ضغطت نفسك فانت بالتالي هتلاقي نفسك شغفا وقعت. فانت محتاج انك تاخد راحه، جسمك ونفسيتك تتهيأ تاني انك ترجع تاني تقدر تعمل حاجاتك اليوميه. وتاني حاجه انك تفكر نفسك باولوياتك، تفكر نفسك ان انت وراك شغل لازم تعمله، وراك دراسه لازم تتمها، وراك نتيجه معينه لازم تنجح فيها. فلما انت دايما بتفكر نفسك باولوياتك ده ممكن يرجع لك شغفك ويرجع لك التحدي تاني. وتالت حاجه هو انك تجرب حاجات جديده. حاجات جديده زي ايه؟ مثلا حاجه معينه انت كان نفسك تجربها، على سبيل المثال تركب عجل لو انت قبل كده ما ركبتش عجل، تجرب السكوتر اللي هو الكهرباء لو انت ما ركبتوش قبل كده، تجرب السكيت. كل الحاجات الجديده دي اللي انت ممكن تجربها، حتى لو اكله جديده، حتى لو انك تخش شارع جديد، دي حاجه ممكن تديك من جواك كده دفعه معنويه شويه، ترجع لك شويه شغف. وانك تحدد اهدافك، يعني مثلا تجيب تو دو ليست. التو دو ليست دي بيبقى شيء كده صغنن جدا تقدر فيه ان انت تعمل مهامك اليوميه، انك تقدر تحدد فيه انت الاسبوع ده وراك ايه، الاسبوع ده تحدد لنفسك فيه مهام، والمهام دي تشوف هتنجز منها قد ايه. وفعلا الموضوع ده بيبقى تحدي قوي، ان انت تحاول تخلص اكبر كميه مهام، دي حاجه بتديك حافز انك عايز تعمل صح حوالين كل مهمه انت خلصتها. وانك تبعد عن الحاجات السلبيه، زي مثلا البيئه المحيطه بيك. صحابك لو بيدوك طاقه سلبيه ابعد عنهم، اهلك لو بيدوك الطاقه السلبيه لا طبعا مش هتبعد عنهم، بس هتحاول ان انت تفضل في اوضتك لمده اكبر لحد ما تخرج من الحاله اللي انت فيها شويه. لو مثلا صحابك في الشغل بيدوك الطاقه السلبيه فانت حاول ان انت تديهم الطاقه الايجابيه، ما انت لازم هتنشر الايجابيه عشان خاطر نفسيتك انت تتحسن. وطبعا ونفكر كل الناس، مش عيب لو انت طلبت الدعم، كل الناس بتحتاج لدعم، كل الناس، سواء بقى الناس اللي دخلت في حاله اكتئاب، الناس اللي دخلت في حاله فقدان شغف، عمره ما كان عيب انك تطلب الدعم، لان الدعم النفسي كلنا بنحتاجه، وكلنا محتاجين ان الناس تفكرنا قد ايه احنا اللي بنعمله ده شيء مش قليل، قد ايه الحاجات اللي بنعملها دي حاجه كبيره، قد ايه احنا بنحاول، قد ايه احنا بنسعى، قد ايه احنا ملينا طاقه جوانا بس انطفت بسبب مسؤوليات، ضغوطات، حاجات كتيره في اليوم بتديك الطاقه السلبيه. بس في كل الحالات اهم حاجه ان انت تكون دايما واعي وفاكر
ان الرحله بتاعت انك ترجع شغفك رحله مش قصيره، لا هي ممكن تكون رحله طويله شويه، بس الرحله دي ما تزهقش منها، عشان خاطر فعلا شغفك هو اهم حاجه. شغفك هو اللي بيديك الحافز انك تقدر تكمل يومك، انك تعمل مهامك اليوميه، انك تقدر تكون انسان عايش حياه ايجابيه، او انسان عموما عايش حياته اللي عايشها بشكل كويس. والاهم طبعا انك تفتكر ان هوايتك دي هي العالم التاني اللي انت بتهرب له لما بتكون كل حاجه مخنوق منها او مش عايز تواجهها. فعلا انت هوايتك دي هي اللي بتوديك العالم التاني بتاعك بقى، سواء انت بتجيب منها مصدر دخل تاني ولا ما بتجيبش مصدر دخل، هي مجرد ان هي شيء بيديك الطاقه اللي انت عايزها، بيديك الطاقه الايجابيه، حاجه انت بتحبها وبتعملها. بس للاسف برضو مضطر اقول لك ان في بعض الاحيان بسبب الظروف او بسبب تطورات الحياه فانت شغفك بيموت واحلامك بتموت زي عواطفك. وزي ما قال احد المشاهير: ذلك الشيء الذي ملأني بالاثاره والشغف قد اصبح عبئا علي، لقد حان الوقت لايجاد حلم جديد. واهم حاجه في الاخر حابب افكرك بيها ان انت لازم تدي لنفسك مساحه وقت في اليوم، لازم تدي على الاقل لنفسك ساعه. الساعه دي انت لما بتديها لنفسك انت بتفصل عن كل حاجه، حتى ان انت ممكن تفصل ساعات عن هوايتك اللي انت بتحبها. الساعه دي انت تقعدها لوحدك، ترتب افكارك، ترتب فيها اولوياتك، ترتب فيها شغفك، ترتب ان انت في حلم معين نفسك تعمله بس انت ملهي شويه في الدنيا. الحلم ده اللي انت ممكن تبقى عايز تعمله ومستني كل ده بتسوف فيه، لو انت عملته ممكن فعلا يفرق نفسيا معاك، ممكن اصلا يرجع لك شغفك بحاجات تانية انت ما كنتش عايز تعملها. وما تقلقش، عموما قله الحافز مش ده اللي ممكن يضيع حلمك، لا بالعكس، قله الحافز ده ممكن يبقى تحدي ليك جديد، انك تحاول تلاقي حافز جديد او حاجه جديد تخليك تجري ورا حلمك وتجري ورا شغفك عشان خاطر تحقق اللي انت نفسك تعمله. في الاخر اللي عجبك نقدمه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات ويستنى كل جديد مننا. وطبعا في كل اوترو لازم افكرك تكريف يور سيلف، كل الناس حواليك اطلب الدعم، مش عيب ان انت تطلبه، احسن ما توصل لحاله ونقطه صفر ما ينفعش ترجع منها. كان معاكم محمود بدران في بدرانيات.